بما ان التريل لسه نازل بتاع فيلم وولفرين وديدبول، فكنت حابب اقول كذا حاجه في الاول. ان شخصيه لوجان اللي هو وولفرين دي نسخه مختلفه عن لوجان اللي مات في اخر الفيلم اللي هو اسمه فيلم لوجان. تاني حاجه، هيظهر شخصيات من الادفنجر كضيوف شرف. كالعادة يا جماعة، مارفل بتبقى لنا فيلمين تريل في الفيلم ديدبول وولفرين. في الأول لقطة بنشوف إن وولفرين عجز، هو يطلع مخالبه ببطء جدا. ديدبول بيقول له باستخفاف واستهتار: عادي عادي، الحوار ده معروف في سن فوق ال40. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. في اللقطة اللي بعديها بنلاحظ إن ديدبول عنده مشكلة محتاج وولفرين في مساعدته، وبرضه بنلاحظ إن وولفرين مش في العالم بتاعه أصلا. عشان كده ديدبول قال له: Is that what you said when your world went to shit? Come again. في اللقطة اللي بعديها بنلاقي شخصية اسمها بارادوكس، هي عبارة عن محاكاة ساخرة لكيبل، وكيبل هي شخصية من قصص اكس مان المصورة، وده محارب بيسافر عبر الزمن مع لمسة كوميدية زي ديدبول بالظبط، شخصية ديدبول الساخرة في كل حاجة. المهم نشوف ان بارادوكس بيسخر وبيعاتب وولفرين وبيقول له: This Wolverine let down his entire world. بالبلدي كده ان الولفرين ده خذل العالم باكمله. معرفش يا جماعه، بس انا حاسس من اول ترين ان شخصيه وولفرين هنا محدش بيحبها، او هو ما عملش اللي عليه في انقاذ العالم بتاعه، شكله كده دسم العالم، عشان كده دايما حزين في اول التريل. انتوا تفتكروا ايه اللي حصل في العالم بتاعه؟ المهم، وهناك العاده فنان الجدار الرابع ديدبول بيقول لولفرين: ها، هتقول لنا مين عايز يقتلك ولا هنشوف الفلاش باك بتاع الجزء الثالث؟ ديدبول كل شويه يكسر الجدار الرابع ويكلم الجمهور كده، متعودين عليه من الجزئين اللي فاتوا. بعد كده بنشوف ان ديدبول عمال يشجع وولفرين ويحفزه عشان يساعده في المشكله بتاعته. وفي اللقطه اللي بعديها بنشوف ان ديفي بتحارب ديدبول وولفرين. طبيعي ديدبول عمال يتمشى في التايم لاين، متوقعين منهم ايه يعني. بعد كده بنشوف شريرة الفيلم كاساندرا نوفا، اخت التوأم بروفيسور اكس. لاحظت طبعا شبه القرعه، هي شبه القرعه وشبه القدرات كمان، بس هي بشر وعدوانيه شويه، عشان كده هتبهدل وولفرين. بعد كده ظهرت حاجات غريبه زي مثلا بدله انت مان بحجمها الضخم. طبعا معرفش ايه اللي جابها في الفيلم، بس هو التنقل عبر الزمن يجيب اي حاجه. وظهور شرير كده على شكل دخان كان موجود في الموسم الاول في مسلسل لوكي. طبعا ظهور كلب ديدبول كوتي، حاجه كوتي كده في الفيلم. وطبعا اللقطه اللي انا مبهور بيها او معرفش هي جت ازاي، ظهور بوابه التنقل بتاع دكتور سترينج. معرفش بقى هل هو ديدبول سرق الخاتم بتاعه ولا في حد بيساعدهم مع الخاتم. انتوا تفتكروا ايه؟ طبعا احنا كمارفل فانز كنا مستنيين الملحمه اللي بين ديدبول وولفرين بفارغ الصبر. اتمنى ان الفيلم فعلا يطلع جامد ويكون نقله عظيمه لمارفل. Nope, I'm actually okay. Thank you very much.